الحبيبات ديالي، اخباركم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين 5 حبيباتي. قبل ما نبدا الفيديو الله يخليكم تبعوا من الاول حتى الاخر، لان كلشي كنهضر عليه ومع ذلك كيجيو اسئله، فالله يخليكم تبعوا باش هكا تستافدوا مزيان. الوصفه ديال اليوم ديالنا خاصه بزياده الوزن. هاد الوصفه هذه البنات خطيره في الزياده في الوزن، يعني قنبله التسمين خصوصا المناطق الانثويه. شتي غير هاد المواد هادو اللي قدامنا هنايا راهم كيزيدوا بزاف في المناطق الانثويه، الصدر، المؤخره، الارداف، وكذلك الخدود، الحنيكات ان شاء الله حتى هما كيعمروهم. واول حاجه هاد الوصفه هذه صالحه للنساء الكبار والصغار، يعني ما تستعملوهاش الرجال كيف، وخصوصا غادي تصلح للمراه الحامل والمراه المرضع، يديروها ما يخافوا من حتى شي حاجه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من واحد لايك وابوني. اول حاجه اللي عندنا هنايا الصوجا او حبوب الصويا او فول الصويا، قداش نستعملوه هكا؟ انا دايراه مطحون، غير حطيت لكم هذا الشيء هذا قدامكم لان من بعد كتجي اسئله شنو هذه شنو هذه. اللهم نوريها لكم هكا. عندنا هنايا السمسم او الزنجلان حتى هو غادي نستعملو مطحون. عندي هنايا ثالث مكون اللي هو زرات الكتان او بذور الكتان، راه هو انا موجداه مطحون، كلشي موجداه مطحون باش ما نطولش عليكم. في كاس ديال الحليب، هادشي هذا كله غادي نديروه في كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب يمكن لكم ديروه سخون ولا بارد، كيبقى لكم اختياري. غادي ناخذ معلقه كبيره من الصويا او الصوجا نديرها في هذا الكاس هذا، وهنايا الزنجلان او السمسم حتى هو غادي ندير منه معلقه كبيره. اخر حاجه اللي هو زريعه الكتان او بذور الكتان مطحونين، ندير منه معلقه صغيره. يعني قلت لكم هذه الوصفه هذه صالحه للنساء والبنيات وصالحه للمراه الحامل والمراه المرضعه، غير هما البنيات ما غنعطيوهمش هذه الكميه هذه كامله. غنديروا في كاس ديال الحليب غادي نديروا ليهم معلقه صغيره من حبوب الصويا مطحونه، ومعلقه صغيره من الزنجلان او السمسم، ونص معلقه صغيره من بذور الكتان او زريعه الكتان. بالنسبه لطريقه الاستعمال غادي تشرب هذا الكاس قبل ما نعسو في الليل من بعد العشاء. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الزياده في الوزن واحد السرعه، يمكن لكم تاخذوا 2 الكيسان من هذا، يعني غتوجدوا هكا كاس وغادي ديروه مور الغدا، يعني حتى تغداو وتساليو غادي تشربوا كاس، ومور العشاء وجدوا كاس اخر وشربوه. دومي عليه ان شاء الله حتى كتوصلي للنتيجه اللي انت بغيتي.